خليني اقول لك سر البنات مش هيقوله لك ابدا. عارف امتى العلاقه بتبوظ؟ لما انت تبقى مقتنع من جواك انك اقل منها، ان انت محظوظ بيها. انا بتكلم حتى لو متجوزين، لو حست ان هي تقدر تبدلك بحد اعلى منك في القيمه هتشوفك قليل وهتمشي، وهي متاكده ان هي بتعمل الصح. لما بتحسسها بكده بيبقى اكنك انت اللي بتكتب نهايه العلاقه دي بايدك. انا ببقى واخد بالي من ده. وانا في ثالثه ثانوي كنت اعرف البنت اغنى مني، قيمتها الاجتماعيه اعلى مني، عندهم عربيات، اهلها شغالين في مناصب عاليه، سفريات كل يوم في حته شكل. انا بالنسبه لها كنت يعتبر ولا حاجه، مش الشخص اللي هي المفروض تبقى معاه، ومع ذلك كانت بتحبني انا ومش شايفه حد غيري. ليه؟ لان انا دايما ببقى واخد بالي من الحته دي، واخد بالي ان البنت هي اللي محظوظه بيا مش انا اللي محظوظ بيها. وانا كنت عارف نفسي، كنت عارف ان انا عندي هدف، عندي حلم، عندي طموح في يوم هبقى احسن منهم كلهم. كنت مؤمن ان انا في يوم من الايام هبقى انا اللي اعلى منها. اقنعت نفسي بده، صدقت فيه بالترعية، هي كمان صدقت فيه. في حاجة ما بتوصلش بالكلام، انت لازم تبقى مؤمن بده من جواك، انت حاسس بيه. كل حاجة بتقول ان انت قيمتك عالية وان هي عمرها ما هتلاقي زيك. لما العلاقات اللي فيها مشاكل هي اللي الراجل بيكون شايف فيها ان البنت احسن منه، شايف ان شكله مش قدها، جسمه مش فورمه، هي بتفكر احسن منه، هو بياخد منها حلول للمشاكل اللي بتحصل في حياته. من هنا البنت تفقد الشعور بالامان والاستسلام اللي هي تكون حاسه بيه مع راجل، وتبدا تقول ده انا حاسه ان انا الراجل في العلاقه دي، انا محتاجه ابقى انثى، انا محتاجه حد احسن منك، واروح ادور على راجل يقدر يخليني ابقى انثى. ما تتعاملش معاها كانها ملاك حتى لو شكلها حلو. خليك فاكر دايما ان هي بشر، تاكل وبتشرب وبتخش الحمام زيها زيك، واوعى تحطها في مكانه اعلى منك. وخليك فاكر دايما لو حياتك فيلم لازم تكون انت بطل الفيلم ده. طب ازاي كل يوم تخليها متاكده ان هي مع الصح ومع الراجل اللي هي بتدور عليه طول عمرها؟ الإجابة إنك تنجح في اختباراتها. وعشان تنجح في اختباراتها لازم تشترك كتاب لعبة الاختبارات، اللي بشرح لك فيه جميع أنواع الاختبارات اللي ممكن تحصل في العلاقة، إزاي تعدي فيها بطريقتك بلسانك مش بكلام محسوس.